السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكلة النهاردة بقى لا تعرفيها فراخ مشوية، لا تعرفيها فراخ مسلوقة، لا تعرفيها كبسة. هي فكرة جاتلي كده وعملتها وأنا واقفة. وكمان موفرة. معاكي هتكفيكي على اليومين، سواء انت 3 افراد او 4 افراد هتكفيكي الفرخة على يومين. وطعمها حلو جدا جدا جدا. بس لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي سبسكرايب وتفعلي زرار الجرس. ولو عجبك الفيديو او طلعت منه بمعلومة فضلا وليس امرا دوسي على اللايك. انا كنت هعمل فراخ مشوية ورز بسمتي. بس ايه، تعبت دخلت نمت فقلت لما اصحى هعمل الاكل. طب انا لسه هشوي فراخ، ده احنا بقينا المغرب، هتاخد وقت على ما تتشوى، فلا تبليها. قلت بقى لنفسي كده تبليها تتبيلة المشوية وحطيها، اللي هي منها كبسة ومنها فراخ مشوية. كده قطعت الفرخة 6 حتت. هعمل التتبيلة بتاعتها ايه بقى. انا طبعا الاول نقعت رز بسمتي قبل ما ابدا في الشغل ده كله. جبت معلقة ونص صلصة و3 معالق زيت. انا بحط بالوايم كده مش بعاي. بصل بودرة، توم بودرة، بهارات لحمة، بهارات فراخ، بابريكا، ملح وفلفل وكمون. وبنقلب ده كله على بعضه وشوية ملح. عندك صويا صوص حطي، عندك دبس رمان حطي، عندك اي توابل او اي صوصات بهارات اي حاجة انت عايزاها حطيها. وكان عندي بس انا يعني ما افتكرتوش غير وانا بسجل دلوقتي. هقلب الفراخ فيها كده في التتبيله. لو انت عندك وقت وعايزه تسيبيها سيبيها، ما عندكيش وقت زي قمت تبلتها كده كلها وعلى النار على طول. وهي ما شاء الله كانت مكفيه وحلوه وكلنا والله لك الحمد وشبعنا وزياده كمان. عايزه تعملي مع الاكله دي اي نوع خضار براحتك، مش عايزه هي سلطه ومخلل وبتبقى مغمسه نفسها وحلوه جدا. ركنتهم كده على الرخامه ورحت جبت الحله. بس الحله دي ببقى عايزاها اللي هي تيفال جرانيت سيراميك، اي حاجه ما تلزقش فيها الفراخ. وحطيت فيها زيت لحد لما سخن يعني وحطيت فيها الفراخ. وهسيبها بقى لحد لما احس ان هي خدت لون من تحت. هقوم مقلباها. لو قلبتها على طول في الزيت هتلزق. لحد بس اما تاخد لون من تحت وتسيب الزيت او تسيب ارضية الحلة، وبقوم رايحة نقلها. اللي هو مديرها على الناحية التانية برضو الناحية التانية تعمل تتحمر. وهي ديت يعني فكرة. ان انت تاخدي بس افكار كده تعمليها. ممكن لو انت عندك لحمة تعملي بيها تمام ماشي. آه، الفكرة في ايه بقى ان هي ديت. انا كنت هشويها، فبدل ما هشويها هتاخد وقت، لا ده انا هعملها شبه الكبسة. طالما هو كده كده رز بسمتي وفراخ، اللي هو تفكري في اي حاجة ما تاخدش منك وقت. مش لازم علشان ان هي فراخ مشوية تبقى تتشوى، او انا تبلتها بتتبيلة المشوية فتتشوى، او ان هي كبسة فما ما تبلهاش بتتبيلة الفراخ المشوية. لا انا تبلتها بتتبيلة الفراخ المشوية. او باي تتبيلة انت عايزة تعمليها. وحطيت كمان عليها وعملتها بطريقة الرز اللي هي الكبسة. كان طعمها حلو جدا جدا جدا. طبعا انا ما عادش هينفع ان انا اعمل في الحلة دي. ليه بقى؟ عشان البوتاجاز بتاعي مميل لورا شوية، فالزيت جاي في ناحية، فالتانية الحتة اللي فوق دي اتحرقت، اللي هي الزيت مش طايلة اتحرقت. فمش هينفع ان انا اعمل فيها. فصفيت الزيت في حلة تانية ونزلت كده. هو كده كده كان سخن فقطعت البصلاية آه، اللي هعمل بقى فيها الرز وكده. عملت البصلاية وحطيت عليها ملح وفلفل وكمون
وطبعا ما تزوديش الملح في اي حاجة. انت تبلتي الفراخ بملح، وهحط دلوقتي ملح على البصلة، وهرجع احط تاني ملح بعد ما ازود لها المية، فهتبقى يعني هتبقى مالحة جدا. فلو انت ما بتحبش الحاجة حادقة خدي بالك جدا من الحاجات دي. قلبت البصلة كده لحد لما اخدت اللون، وحطيت عليها جزرتين مبشورين وقرنين فلفل متقطعين. تقدري ان انت تحطي بسلة معاها، بسلة بجزر لو عيالك مش بيحبوها. تقطعي فيها مكعبات بطاطس. الحاجات دي بتبقى حلوة والقيمة الغذائية بتاعتها عالية، وفي أطفال كتير ما بتحبش تاكل البسلة، فممكن ان هي تتدرى في أكلة زي دي. قلبتها كده دقيقة بالظبط على النار. يعني البصل والجزر والفلفل اخدوا من طعم بعض، والزيت برضو كان مكانه لحمة، فكان مكانه فراخ يعني، فكان حلو. اللي هو يتبل بس كده شوية، وحطيت عليهم نزلت عليهم بالفراخ وقلبتهم كده مع بعضهم، وهزود عليها مية. هزودها مية لحد ما تستوي. يعني انا هملى عليها مية كده، هغطيها بالمية زي ما شايفة كده، وهسيبها لحد لما خلاص داخلة على سوا، هقوم حاطة معاها الرز. عايزة تشيلي الفراخ وتحط الرز بس يستوي، تمام. عايزة تسيبهم كلهم في بعضهم برضو، تمام. انا سبتها كلها مع بعضها، ما شلتش الفراخ، كانت لسه هتكمل سوا، وسبتها تاخد من طعم الرز، والرز ياخد منها كده، وكان طعمها حلو جدا 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 جدا. عندك زبيب، مكسرات، اي حاجة عايزة تحطيها حطيها. كانش عندي اي حاجة بصراحة، فما حطيتش اي حاجة منها. أه هقلبها كده، اديلها تقليبة واغطيها، اسيبها بقى لما تستوي براحتها، والمية دي، الشوربة دي او المية دي كلها تتشرب. وههدي عليها النار، اللي هي ايه، تكمل على النار هادية او يتردد زي ما بيقولوا. وده كان شكله، ده كان شكل الاكل بصراحة، كان تحفة تحفة تحفة. تقدري تعملي جنبها صينية بطاطس من غير فراخ ومن غير اي حاجة. تقدري تعملي بامية، ملوخية، بسلة، اي نوع خضار عندك تقدري تعمليه اعمليه. انا النهاردة ما كانش في عندي اي وقت، فما عملتش جنبها غير شوية سلطة ومخلل وبس. الحمد لله رضا ونعمة، وكان طعمها حلو جدا، واتاكلت والاكله هتكفي على يومين. دي من الاكلات الموفره والحلوه جدا، ويبقى اكلنا يومين فراخ بس. ما تنسيش تضغطي لايك لو طلعت باي معلومه او باي فكره من الفيديو ده. السلام عليكم.